الحب، القتل، الجريمة هما نقاط مشتركة يجمعوا بين أشهر توب 3 قتلة متسلسلين عرفتهم البشرية. كان يعجبك الكونتوني متاعي وتحب تشجعني ما تنساش تفعل الجرس وخاصة تتابون على شين سؤدديات. في التوب 1 عنا دوغ كلارك وكارول باندي. الزويز هذوما كانوا يتسميو بذا سانسيت ستريب كيلر. علاش الاسم هذايا؟ على خاطرهم كانوا يقتلوا في بلاصه في الثمانينات تحديدا في لوس انجلوس في امريكا تتسمى السانسيت بولفار. طريقه القتل نتاع دوغ كلارك وكارول باندي كانت هي نفسها، يهزوا الكرهبه، يحاولوا انهم يصطادوا ضحيه جديده كل ليله، يطلعوها معاهم للكرهبه، يبعدوا شويه من بولفار سانسيت وغادي وين تتم الجريمه. اغرب جريمه قاموا بها هما انهم قصوا راس واحده من المومسات، طيشوا الجثه ورا ريستورون وهزوا الراس معاهم. الراس هذاك بيت اكثر من 3 ايام معاهم في الدار في الفريغو. فرده ولقت اختها. دوغ كلارك وكارول باندي لا رحمه لا شفقه في قلوبهم، وصلوا حتى انهم قتلوا زوز اخوات جينا وسيندي. ما نحكي لكمش على المحققين اللي شاع حريقهم وهما يلوجوا على القتله هذم المتسلسلين اللي تعبوهم من قضيه لقضيه. في البريود هذيك في لوس انجلوس الرعب انتشر والعباد ولات خايفه في الليل، ودوغ كلارك وكارول باندي كانوا كل ليله نفس الريتوال، يهزوا الكرهبه ويخرجوا ومن ضحيه لضحيه. لكن اللي لازمكم تعرفوه هو انه دوغ كلارك عاش طفوله غريبه شويه. ملي كان صغير دوغ كلارك كان يعاني من اضطرابات. قداش من مرة المعلمين عيطوا لمبوه وحاولوا انهم يحكيوا معاهم في الموضوع وقالوا لهم اللي ولدهم عنده ممارسات وسلوكيات غير اخلاقية مع الزملاء والزميلات متاعو. بالنسبة لكارول باندي حتى هي ما عندك في الهم ما تختار، طردوها امها وابوها من اللي عمرها 8 سنين، مع العلم اللي هي عندها مشاكل صحية كبيرة من اللي كانت صغيرة. وكارول كي باش تكبر في العمر باش توصل اصلا انها تعمى في عينيها. كارول كان بوها ماهوش حنين عليها وامها كانت تكرهها بصفه غريبه. بوها كان يشدها حياه سايبها ميته. بعد ما امها اتوفت كان بوها يغتصبها هي واختها. كارول باندي كانت تعرف من الاول اللي دوغ كلارك عنده ميولات للقتل، وهو من الاول كان صراحه وقال لها، لكنها في هذا الكل حتى هي زاده شاركت في الجرائم. من بعد اكثر من 7 جرائم قتل كارول باندي باش تقتل عشيقها بصوره بشعه جدا، باش تحاول ان هي تخرجوا من الباغ اللي كانوا مرنفين فيه اللي هو الناشفيل كلوب، وكي باش يطلعوا للكرهبه بعد ما هي اوهمته انه هذاك موعد غرامي باش تطلع الفرد نتاعها وباش تعطيه ضربه في راسه، اما هو ماهوش باش يموت، باش تخرج السكينه وباش تعطيه 7 طعنات ومن بعد باش تربط الجثه وتخليه في وضعيه الله لا يوريكم. المحقق كي جاء وقتها قال هذه ماهيش عمليه قتل عاديه وبسيطه، وفهم اللي الدوافع غراميه بالاساس. كارول وقتها مشي في بالها اللي هي كي باش تقتل عشيقها وباش تتخلص منه باش تكسب دوغ ليها، مع العلم اللي دوغ كان يقتل معاها وزاد كان يقتل وحده. امشي يا زمان ويجي يا زمان، تلمون كثرت عمليات القتل لين كارول باندي ما عادش تنجم ولات عايشه بالحرابش، وكانت من سي دوغ كلارك ولا عايش باي زمانه. ما عادش يهمه في كارول حاجه كهو تهمه في الدنيا، عشيقته وعمليات القتل اللي قاعد يعمل فيهم. نهار من نهارات كارول باندي باش تبسكل تدخل للخدمه وباش تبدا تمتم وحدها. عرفتها شافوا اللي الكومبورتمون نتاعها تبدل واللي هي ولات ما عادش في سينتها، تجي جهامه بلا روح تخدم وتروح. اما اللي ادهى وامر انهم باش يسمعوها تحكي على الجرائم وتوصف في تفاصيل عمليات القتل. هذا اللي باش يخليهم يهزوا التليفون يكلموا البوليسيه ويبلغوهم انه كارول باندي ودوغ كلارك ابارامون قتله متسلسل. افكتيفمون دوغ كلارك وكارول باندي باش يتيحوا ريش، هو باش يقول السبب منها هي، وهي اللي هزتني وهي اللي ردتني نقتل، وهي باش تقول انا ما كانيش عملت هكاكا وما كانيش تبعته، ولكني مش انا الاولى اللي كنت نقتل، هو اللي بدا وانا تبعته على خاطرني نحبه. الاخر لحظه في حياته دوغ كلارك ما حبش يستعرف بالجرائم ولو انها كانت ثابته عليه، لكن بالنسبه لكارول باندي فهي باش تموت في عمر 61 سنه في الحبس. ولليوم قاعده حكايه دوغ كلارك وكارول باندي تتحكي في الافلام وفي المسلسلات، وهذا علاش على خاطر الجرائم نتاعهم قعدت لليوم محفوره في اذهان الناس. في التوب 2 عندنا كارلا ومولكا وبول برناردو. الزويز هذوما كانوا يقتلوا من عام 87 إلى عام 90 في كندا.
كانوا يتسميو باربي وكان دو كريم. علاش باربي وكان؟ على خاطر العينين زرقاء والشعر اصفر، خمسه وخميس عليهم، الزين اللي فيهم تكذب العين ومرض، لكن بشاعه الجرائم نتاعهم زاده مستحيل سمعتوا كيفها، حاجه من وراء الخيال. ابشع جريمه عملوها كارلا وبول هما انهم قتلوا اخت كارلا تامي اللي عمرها 15 سنه. ليلتها كانت عائله كارلا ومولكا قاعدين يتفرجوا في فيلم، وبيان سور معاهم سي بول برناردو اللي هو خطيب كارلا ومولكا في الوقت هذاك، وهما الزوايز كانوا في حب كدرباني باش يقوموا لأم البو ويخليوهم يتفرجوا. وقتها وين باش تصير الجريمه اللي هزت الراي العام الكندي، باش يقوموا كارلا وبول بتنويم تامي، باش يحطوا لها حاجه في المشروب ومن بعديك باش يغتصبها بول وباش يقتلوها وباش يرجعوها للفرش كاين ولا صار. كارلا كانت زاده ساعات تعيط لصاحبتها باش يجيو يشربوا حاجه عندها، وغادي وين كانت تصير الجريمه، يخدروهم يغتصبوهم يقتلوا الضحيه ويتخلصوا من البدن نتاعها. ابشع الجرائم اللي قاموا بها هو انهم مره بعد ما خدروا الضحيه واغتصبوها قصوا بدنها طروف وحاولوا انهم يحطوا كل طرف في شويه سيمان ويتخلصوا من الجثه نتاع الضحيه. في هذا الكل كارلا وبول برناردو كانوا ديما في حب كدرباني، الزوايز هذم يموتوا على بعضهم في السراء والضراء، وخاصة في الضراء وفي الجريمة. ان باراليل مع عملية القتل بول برناردو باش يحكي لكارلا ومولكا على سر كبير وباش يقول لها اللي هو لو فيولور دو سكاربورو. السيد هذايا المحققين داخل سنين ومنين وهما يلوجوا عليه من بلاصه لبلاصه، قام باكثر من 40 عمليه اغتصاب في كل بلاصه في كندا، والمحققين قعدوا وقتها يلوجوا عليه. لكن ان باراليل جات عمليات القتل، مادام لديان ما كانتش متطوره فكان صعيب برشا انهم هما يلقاو مولا العامله. بالرغم من هذاك كارلا باش تواصل في عمليات القتل والاغتصاب مع بول برناردو اللي ادهو امر انها كانت تشارك وما كانش يهمها انه هو لو فيولور دو سكاربورو كيفاش باش يشدوهم. في نهار من نهارات بول برناردو كارلا ومولكا باش يتيحوا ريش باش يتعاركوا باش توصل الامور لليدين. بول باش يضرب كارلا ومولكا وهي ماهيش باش تسكت على حقها، باش تمشي وباش تشكي للمحققين، وغادي وين باش يتحل الدوسي ويتحل في وجوههم ببلبلي. المحققين كي باش يعملوا بيركيزيسيون ويمشيوا للدار باش يلقاو الادله، وخاصه باش يلقاو شرائط فيديو. الشرائط هذوما توري عمليات الاغتصاب والقتل اللي كانوا يقوموا بهم. باربي وكان باش يكملوا حياتهم في الحبس كل واحد من جهه، لكن عائله كارلا ومولكا ماهيش باش تنجم تستوعب الصدمه على خاطرهم في بلاصه ما يخسروا طفله خسروا زوز. ومستحيل تنسى حكايه كارلا ومولكا وبول برناردو نظرا لفظاعه الجرائم اللي قاموا بها. في المرتبه الاولى عندنا ميشيل فورنيغي ومونيك اوليفيي. الزوايز هذوما دوخوا المحققين بين فرنسا وبلجيكا، جرائمهم بشعه ما تتوصفش، مع العلم انهم هما تم اتهامهم في 21 عمليه قتل، لكن ميشيل ما هو باش يعترف كان ب 11 عمليه قتل. السيد هذايا كان يقتل كان الصبايا بعد ما يغتصبهم، وصل حتى في افظع تصريح عملوا للعائلات قال لهم احمدوا ربي انا رتحتكم من الضحايا اني كنت بعد ما نغتصبهم نقتلهم. هكا كان ميشيل يحكي على الضحايا، وكل محقق قابله وكل اخصائي نفسي احكي معاه اعترف وقال اللي هو حبت له ايامات وسنين باش يستوعب ذاته بعد التروما اللي عاشوا، على خاطر ميشيل كان يتلذذ بوصف ابشع لي ديتاي نتاع كل عمليه قتل يعملها. اللي لازمكم تعرفوه اللي ميشيل كان يخطط لكل عمليه قتل، ومونيك كانت معاه، فهي كانت في كل عمليه تخرج معاه بالكرهبه تحاول انها تطمن الضحيه. اون فوا هي تطلع في الكرهبه يهزوها للدار وغادي وين يمارسوا عليها ابشع عمليات التعذيب. ميشيل كان ياسر حريص انه يخفي ادله كل الجرائم. فاش كان يعمل؟ كان يتخلص من الجثه في قبر ما يقلش على 6 متر ولا 4 متر مينيموم، وكان يطيش كل اثار وكل دليل نجم يهز المحققين على البيست نتاعهم هما. كان من مونيك الحاجه اللي ما نساوها لهاش المحققين هو انها مثلت عليهم دور الضحيه، المراه اللي كانوا يشوفوا فيها الضعف وقله الحيله طلعت عندها وجه ديابوليك. وقتاش عرفوا هذايا؟ وقت اللي حطوهم سوزيكوت في البارلوار في بلجيكا باش يتحكم على ميشيل اكثر من مونيك، وبعد بسنين باش يتم ربط زوز قضايا في قضيه باش يفيقوا المحققين اللي بخلاف جرائم الاغتصاب والقتل اللي كانوا يعملوا فيهم مونيك وميشيل فما زاد حكايه تابعه لعصابه البوستيج. في مره من المرات اللي باش يتوقفهم ميشيل فورنيغي باش يجي واحد من لي كومبانيون دو سيلول نتاعو باش يكون من الغونغ هذاك، وغادي وين الامور باش تتسارع باش يقولوا اللي عندهم كنز واللي هما مخبينهم في بلاصه، وغادي وين
ميشيل ومونيك باش يهزوا رواحهم يمشيوا لمرت السيد هذايا يهزوها يطلعوا الكنز هذيك ومن بعد باش يقتلوها بكل دم بارد، مع العلم اللي هما السيد هذايا قعدوا يقابلوا فيه وعداوها عليه لاخر لحظه في حياتهم. برشا من عائلات الضحايا ما نجموش يسامحوا ميشيل ومونيك. ميشيل كان انتوليرابل، كان يوصف في تفاصيل الاغتصاب متاع البنيات الصغيرات هذوكم ومن بعد عمليه القتل بتاعهم، وكيفاش كان لا رحمه لا شفقه في قلبه وكان يتلذذ بوصفه هذا. وكانك من مونيك فهي بفمها قالت للمحققين اللي اكثر من ضحيه حاولت انها تستنجد بها وحاولت انها تطلب منها تعاونها. الحب، القتل، الجريمه، ثلاثه حاجات نورمالمون ما يلمهم حد شيء، لكنهم كي تلموا عملوا مثلث برمودا، رحله ذهاب بلا عوده. الكوبلوات هذوما تقابلوا على الحب وتقابلوا زاده على الجريمه، واليوم هنا نشوفوا شنو صار فيهم. تاريخ الانسانيه وعائلات الضحايا مستحيل كان ينجموا ينساوهم. وانتوما شنو رايكم في حكايتهم؟ خليولي دي كومنتير وقولوا لي انا هو اكثر كوبل اللي فوزا شوكي. كان يعجبك الكونتوني نتاعي وتحب تشجعني ما تنساش تفعل الجرس وخاصه تتابون اسئلة باش يوصلوك فيديوهاتي اول باول. باي باي.